في دنيا مليانة ابتلاءات وأقدارها أحيانا ما بتكونش على هوانا. تفضل نعمة الستر هي الأجمل والأغلى، إن ربنا يسترك في صحتك، في رزقك، في سترك عن عيون الناس. دي رحمة كبيرة ما يحسش بيها غير اللي فقدها. الستر الحقيقي إن عيوبك ما تتكشفش وأخطائك ما تكونش حديث الناس. كلنا بنغلط وكلنا عندنا أسرار وحاجات بنخاف حد يعرفها. تخيل لو ربنا كشف ستره عننا، إيه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع آسر. أنا ميرفت الداوودي وده بودكاست قطوفها دانية. آسر شاب عاش حياته بطريقة غلط، ارتكب أخطاء كتير لا يمكن تخطر في بالك. وفي يوم قرر إنه يتوب، لكنه كان خايف من نظرة الناس ليه، خايف حد يعرف ماضيه. راح لشيخ وقال له: أنا غلطت كتير ونفسي أتوب، بس خايف الناس تعرف ماضية ومحدش يسامحني ولا يصدقني. الشيخ ابتسم وقال له: طيب هو ربنا فضحك قبل كده؟ رد آسر: لأ، بالعكس، كل مرة كنت بعمل حاجة غلط دايما كان ربنا بيسترني. الشيخ قال له: يبقى ما تفضحش نفسك، وربنا أرحم بيك من الناس. استر نفسك، دي فرصة عشان تبدأ من جديد. بكى آسر بكل حرقة، وفهم إن ربنا كان بيسترها معاه كل مرة عشان يديله فرصة للتوبة، مش علشان يستمر في الغلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. يعني اللي بيفضح الناس وبيتكلم عن أخطائهم ربنا توعده بالعذاب. تخيل لو سترت حد، ربنا هيسترك في الدنيا والآخرة. وده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر نعمة عظيمة. تخيل لو كل واحد أسراره وأخطائه كانت مكشوفة، الدنيا كانت هتبقى صعبة قوي. لو ربنا كشف ستره عننا ولو لحظة، محدش هيقدر يبص في وش التاني. لكن رحمة ربنا إنه بيسترنا علشان يدينا فرصة للتوبة. من النهاردة خد قرار، ما تفضحش حد، ما تحكيش عن غلطاتك، لأن ربنا ستار. استر غيرك، يمكن في يوم من الأيام تحتاج اللي يسترك. واشوفكم بكرة مع حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة وقطوفها دانية.